الصف الخامس الابتدائي والمامز الجميلة اللي متابعة معانا. معاكم مس رشا جلال، ودي قناتي مس انجليزي. النهارده باذن الله هقدم لكم اهم باراجرافات الوحده الاولى، وده طبعا بعد ما قدمت لكم اهم الجمل والكلمات للوحده الاولى، يعتبر كان ملخص للوحده، وهسيب لكم باذن الله اللينك بتاعه في الوصف تحت الفيديو. بس قبل ما نبدا، يا ريت اللي لسه ما اشتركش معانا في القناه ينزل القناه ويفعل زر الجرس ويشترك معانا عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. نيجي لأول باراجراف ممكن ينطلب معايا. احنا طبعا كنا بنتكلم في الوحدة الأولى على food and drinks. food and drinks يعني ايه؟ مأكولات ومشروبات. فهيكون معايا هنا أول باراجراف عن your favorite food، طعامك المفضل، وأنا جبت معاه كمان your balanced diet على أساس يعني ايه؟ يعني اللي ممكن نكتبه هنا هنكتبه هنا، لأني أنا هختار healthy food، إن أنا هتكلم على healthy food. اما نيجي نكتب باراجراف نفكر بعض الاول كده، لازم يبقى عندي اول حاجه جمله افتتاحيه. طبعا بعد شكل الباراجراف ان انا اول سطر او اول جمله لازم اسيب مسافه قبلها مقدار كلمه، ادي اول حاجه. تمام. واول حرف طبعا في الجمله لازم يبقى كابيتال، وفي نهايه الجمله لازم نحط نقطه. طيب نيجي بقى للجسم بتاع الباراجراف نفسه. اول حاجه لازم نعملها نكتب حاجه اسمها opening sentence. opening sentence جملة افتتاحية تقول لي انت هتتكلمي على ايه بقية الجمل، او الجمل اللي بعد كده هتقول ايه. تمام. فانا عندي مثلا انا هتكلم على my favorite food، انا طعامي المفضل. انا واحدة مثلا بحب الطعام الصحي، فاقول اول جملة كده هو انا هقولها I like healthy food. يبقى معنى كده ان اول ما الاستاذ يشوفني انا كتبت الجمله دي I like healthy food، هيعرف ان كل الجمل اللي انا هقولها بعد كده support الجمله دي. يعني ايه support؟ تدعم الجمله دي. يعني كلها هتبقى ايه هو الهيلثي فود اللي انا بحبه، ايه هو الهيلثي فود اللي انا ايه بحبه. طبعا ما ينفعش ان انا هكتب فوق I like healthy food واقول I like chips. تمام. او I like مثلا ايس كريم، او I like chocolate، لان معروف ان الحاجات دي غير صحيه. طيب نكتب بقى، نبدا سبورت الجمله دي. كمان انا لو بدات صح هيبقى سهل جدا ان انا ادعم الجمله الاولانيه، وباذن الله سهل جدا ان انا اكتب الباراجراف اللي هو عامل لي ازمه وعامل لي مشكله جامده. طيب انت بتحب الهيلثي فود، يبقى الفود بتاعك ايه؟ زي ما قلنا هتقول مثلا my favorite food is chicken مثلا. my، وطبعا احنا بنستخدم جمل بسيطة خالص كلها my favorite food is chicken. طيب انا مش هينفع يا مس اكتب غير my favorite food is chicken، مش هينفع كده اكتب حاجة تانية؟ لا، احنا بنتكلم على your favorite food. انا ما حددتش نوع واحد، الطعام اللي انت عايزه، خاصة ان انا اول جملة كتبتها healthy food. healthy food ده معناه انك بتحب chicken، meat، fish، اللي انت عايزه. هتكتب الجمل اللي انت عايزها. يعني انا قصدي ان انا بكده ما ضيقتش الموضوع، بالعكس انا فتحت مجال لاني اكتب جمل اكتر. يعني شايف الجمل كلها بسيطة ازاي؟ فاعل فعل تكملة، أو فاعل فعل مفعول. I like healthy food. My favorite food is chicken. أنا كمان بحب السمك. I like fish too. وأيضا بحب السمك. وكمان بتحب إيه؟ وبحب الفروتس and vegetables. I like fruits and vegetables. طيب بتحبهم ليه؟ لأن هما have a lot of vitamins. تمام؟ they have، طبعا they هنا عايدة على fruits and vegetables. they have a lot of vitamins. هما فيهم فيتامينات كتير. وإيه كمان؟ they are good for my health، أو healthy food is good for my health. طبعا الطعام الصحي كويس جدا ومفيد جدا لصحتي. أهو healthy food is good
my good for my health. طيب انا يا مس كمان عايزه اقول ان الفيفوريت فروت بتاعتي المانجو. انا بحب المانجا اكتر حاجه في الفاكهه انا بحبها مانجو. عادي اكتب my favorite fruit is mango. ونكتب اهو قلنا my favorite fruit is mango. وممكن تزود بقى معلومه من عندك وتقول we have a mango tree in our garden. عايز بقى تكمل وتكتب مثلا تاني healthy food is my favorite. ماشي كفايه كده. ماشي عايز تكمل كمان ماشي، بس هو كده كويس قوي خلاص. ويبقى ده اول باراجراف. ونرجع نقول من الاول your favorite food طعامك المفضل. احنا اتكلمنا طبعا عن الطعام المفضل واخترنا ان الطعام المفضل بتاعي هنا الطعام الصحي healthy food. تمام. your balanced diet يعني نظام غذائي متوازن. نظام غذائي ايه متوازن؟ يعني برضو يعتبر الطعام الصحي، لان النظام الغذائي المتوازن اللي هو تاكل خضار وفاكهه وتاكل بروتين وتاكل حاجات فيها فيتامينز كويس وكالسيوم وكده. فيعني احنا ايه تقريبا اتكلمنا في نفس النطاق. يعني ممكن نكتب نفس الجمل دي لو انطلب مني your balanced diet. هنا قال لي I like healthy food. My favorite food is chicken. I like fish too. I like fruits and vegetables. They have a lot of vitamins. Healthy food is good for my health. My favorite fruit is mango. We have a mango tree in our garden. ونيجي للعنوان التاني أو الباراجراف التاني اهو. مانجو هيقول لك write a paragraph of مثلا هيجي يقول لي مثلا write a paragraph about mango. تمام. اكتب باراجراف عن المانجو. قلنا عايزين opening sentence. لازم اعرف انت هتتكلم عن ايه. هكتب كده هون في اول جمله ليا في موضوع زي ده ايه mango is my favorite fruit. مانجو طبعا محدش فينا ما بيحبش المانجا. mango is my favorite fruit. طبعا الجملة دي انت قلت انت هتتكلم عن ايه. خلاص قلنا بقى يبقى الجمل اللي هنجيبها بعديها الاربع خمس جمل اللي هنكتبهم سبورت الجملة دي. تمام. يعني مش هينفع اجي في وسط الكلام واقول لا انا ما بحبهاش، لا طبعا. خلاص. فهنا هقول ايه mango is my favorite fruit. كان في جملة سهلة قوي احنا خدناها في النص I have a mango tree in my garden. عادي اكتبها. انا بحب عصير المانجا I like mango juice. كله support جملة mango is my favorite fruit. It's yummy إنه لذيذ. إيه اللي لذيذ؟ mango juice. Mom makes delicious mango cakes. وماما كمان بتصنع delicious mango cakes. كعكات مانجا ايه كيكات مانجا لذيذة. My cousin likes mango too. وكمان بنت عمي بتحب المانجا. My uncle grows mango trees in his garden. واهم حاجه ان انا بستخدم جمل بسيطه جدا جدا جدا. ما بحاولش اعقد الجمله فاعل وفعل وتكمله وبالكتير قوي بوسع المعلومه بكلمات بسيطه جنب الفاعل والفعل والتكمله. زي ما قلنا هنا بصوا I like mango juice. فعل مفعول. It's yummy. Mom makes delicious mango cakes. يعني وسعنا هنا بوصف المانجو كيكس. الكيكس وسعناها ازاي؟ قلنا delicious ومانجو. يعني بدل ما نقول mom makes cakes ماما بتصنع كيكات، قلنا لا delicious mango cakes. تمام. يعني بنوسع الجملة البسيطة بكلمات بسيطة خالص. نيجي لثالث موضوع واخر موضوع عندي وكان عنوانه your favorite recipe. لما ينطلب منك تكتب موضوع زي ده your favorite recipe، اول حاجة قلنا هنعملها ايه؟ جملة افتتاحية تقول لنا انا هتكلم عن ايه. انا عارفة ان كلنا هنتكلم عن البسبوسة. تمام. يبقى اول جملة هقول my favorite thing to bake is بسبوسة. خلاص. يبقى انا كده عرفته انا هتكلم. كتبت جملة عرفت بيها اللي بيصحح او عرفت بيها استاذي انا هتكلم عن ايه. my favorite thing to bake is بسبوسة. يبقى كل اللي انا هقوله بعد كده طريقة عمل البسبوسة. first انا بتكلم عن recipe وصفة. يبقى اول حاجة
First, I turn the oven on to get it hot. First أولا أول خطوة هعملها وأنا بعمل البسبوسة إيه؟ Turn the oven on. Turn the oven on. Turn the oven on يعني إيه؟ شغل الفرن. To get it hot هنسخن الفرن عشان يبقى سخن. Then I weigh out the ingredients. يعني بعد كده أنا هعمل إيه؟ أنا هوزن المكونات. Then I mix. هبتدي أخلط المكونات. وبعد كده هعمل إيه؟ Then I mix the semolina coconut. بعد كده هنخلط السيمولينا مع جوز الهند sugar and melted butter ومع السكر والزبدة المذابة. Then I add the yogurt and pour the mixture into a baking dish. بعد كده أنا بضيف الإيه؟ الزبادي بصب الميكستشر يعني الخليط into a baking dish في الصينية اللي أنا إيه؟ أو الطبق اللي أنا هدخله الفرن. I bake it for 30 minutes. بخبزها طبعا لمدة 30 دقيقة. Then I pour the syrup over the بسبوسة. وبعد كده طبعا بعد ما بنطلعها pour the syrup بنصب الشربات عليها وبكده تكون جاهزة تتاكل بالهنا والشفا. وبكده طبعا اكون قدمت لكم اهم 3 باراجرافات عندكم. ما اعتقدش ان في غيرهم، هم دول اهم 3 باراجرافات موجودين في الوحده الاولى. واحد كان على your favorite food، واحد كان بيتكلم على your favorite food، التاني كان على مانجو، والتالت your favorite recipe. واشوفكم على خير باذن الله في فيديوهات لاحقه. طبعا ما تنسوش لايك وشير وكومنت حلو كده تحت الفيديو علشان اعرف اذا كنتوا عايزين نكمل باذن الله بقيه الوحدات او عايزين اي حاجه تانية. اشوفكم على خير باذن الله في فيديوهات لاحقه. باي فور ناو.